سبحانه وتعالى، فهو العظيم المطلق، ليس كمثله شيء في عظمته. سمعه عظيم، وبصره عظيم، وعلمه عظيم، وإحاطته عظيمة، وخبرته عظيمة، وقدرته عظيمة، وجبروته عظيم، وقهره عظيم، وملكه عظيم، وسلطانه عظيم، جماله عظيم، وجلاله عظيم، ورحمته عظيمة، ورأفته عظيمة، وستره عظيم. كل صفة من صفات الله ومن أسمائه بلغت في الوصف أعظمه. لما؟ لأنه العظيم سبحانه وتعالى. ومن عظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه أن السماوات السبع، من عظمته جل جلاله أن السماوات السبع بمن فيهن، والأراضين السبع بمن فيهن، في كف الرحمن، في كف العظيم، في كف الجليل جل جلاله كأصغر خردلة في الكون، كما قال ابن عباس. هذا من عظمته. إذا كانت السماوات والأرض بما فيها عند الكرسي كحلقة مثل هذا الخاتم، أترونه؟ هذا الخاتم يلقى في صحراء، فإذا كان عند كرسي الرحمن مثل هذا الخاتم في صحراء، فسبحانه وتعالى السماوات بما فيها والأرض بما فيها كأصغر خردلة في الكون كله. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من عظم الله سبحانه وتعالى حق عظمته أصبح لا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرجو غيره، بل إن المؤمن ليعظم الله جل وعلا في أدق المواضع، حتى إن أحدهم سمعته يقرأ، سمعته يقول في دعائه في يوم من الأيام: اللهم وإن عذبتني فما زلت أرجوك، اللهم وإن عذبتني فما زلت أرجوك. وما هذا إلا لأنه قد عظم ربه وعرف طريقه. ولذلك من عظم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ما توكل إلا عليه، ولم يخف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه، فإنه يرى الناس كما وصفهم الله في القرآن كالفراش المبثوث، فراش لا ينفعون ولا يضرون، لأن النافع والضار من؟ الله العظيم سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك رحمك الله، فاعلم أن عظمة الله جل وعلا لا تكون إلا على قدر معرفتك لربك سبحانه وتعالى، على قدر معرفتك بالله، على قدر ما تكون عظمة الله جل وعلا في قلبك. ولذلك أعرف الناس بالله أشدهم له تعظيما. إنما يخشى الله من عباده
العلماء كما في سورة فاطر. على قدر معرفتك بالله على قدر ما يكون تعظيمك لله سبحانه وتعالى. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح سبحانه وتعالى، فهو العظيم المطلق، ليس كمثله شيء في عظمته.